السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ حلقه جديده من بودكاست النهارده، الحلقه الرابعه وباذن الله تبقى الاخيره. معلش اتاخرت عليكم شويه الفتره اللي فاتت دي، كان ورايا شويه حاجات وبتاع فاشتغلت. ولكن باذن الله من النهارده هتلاقي الدنيا ايه، على طول اول باول باذن الله هنحاول ننزل حاجات جديده علشان ايه نخلي الدنيا كده ايه، منتعشه وكويسه. تمام. بفكركم بس اللي لسه ما عملش سبسكرايب للقناه، يا ريت يعمل السبسكرايب ويدي لايك على الفيديو. او لو انت تسمعنا على البودكاست من ابل بودكاست او سبوتيفاي، يا ريت تعمل لي فولو وتشير الحلقه مع اصحابك والناس اللي انت بتحبهم يعني. تمام. طيب، هنكمل من بعد الحلقه الثالثه. اللي لسه ما شافش الحلقه الثالثه او الحلقات اللي قبل كده يا ريت يسمعوها الاول عشان دي تعتبر تكمله، يعني يبقى متابع يعني ايه الدنيا ماشيه ازاي. تمام. طيب، في الحلقه الثالثه احنا خلصنا، احنا قلنا ان احنا ايه في الاخر بعد ما خلصنا بقى حوار جونما والكلام ده، نقلت بقى انا كوبي. تمام. وبعد ما نقلت كوبي رحت عند السكن ويعني كل الكلام ده انا حكيته في الحلقه الثالثه، اللي مفرش عليها تتفرج عليها الاول وبعد كده يكمل معايا هنا. تمام. من اول بقى هنا بعد ما نقلت كوبي، طبعا بقى المدينه بقى والمباني الكبيره والانوار. طبعا الكلام ده ما كنتش بنشوفه عشان خاطر في جولما انت حرفيا قاعد في كانتري سايد. تمام. فما تشوفش الحاجات دي، كلها اراضي زراعيه بس وخلاص. تمام. فطبعا دي اول حاجه بقى ايه، كانت حاجه جديده بالنسبه لي يعني. خلاص. فبعد ما وصلت كنت انا مربط مع الراجل اللي هو المفروض المدير بتاع شركة العد بتاعة الجرد دي، اللي كنت شغال عنده ايه، في جمة. خلاص. قايل له ان انا هنقل ايه كوبي وبتاع، فمعلش كلمني الناس اللي هناك، الفرع بتاعكم اللي هناك يعني، بحيث انا ايه اخش على طول انترفيو تك تك ايه، ونكمل شغل ونشتغل على طول ايه، على طول يعني، بدل ما اقعد استنى عشان ادور على شغل وما اعرفش ايه والكلام ده. بحيث قلت ايه، لو الشغل هناك يبقى جاهز على طول، نفس الشغلانه الواحد عارفها برضو عنده خبره فيها شويه، وفي نفس الوقت مش هو وقت كبير يطول ان هو يدور على شغل جديد في مكان جديد. تمام. فقلت كده يعني، فايه الراجل كلم الناس بتاعت كوب، مفيش مشكله وبتاع ساعتها. وقال لي خلاص، في اي وقت محمد لما تروح هناك روح لهم بس وقول لهم ان انت كذا كذا وبتاع، ودي المفروض الدنيا تمشي مظبوط يعني. ولكن طبعا بعد ما وصلت وبتاع عرفت المكان بتاعهم فين وما اعرفش ايه، كلمتهم قالوا لي لا معلش وبتاع، اصل احنا دلوقتي ما بندورش على ناس جديده ومش عارف ايه وبتاع. ليه بقى؟ علشان في الوقت ده كانت ايه، الكورونا كانت لسه داخله. خلاص. كانت لسه داخله بقى، ولسه ايه الناس لسه مش عارفه ده ايه بالظبط وبتاع، فكله بقى ايه بيوقف الشغل، ما فيش هايرنج جديد و... وكله بيحاول يعني ايه ما يشتغلش من الاخر يعني، واخد اجازات بتاع الكلام ده. تمام. فاول ما قال لي كده طبعا انا انصدمت بقى، فاللي هو ايه ده، انا بلد جديده بقى ما اعرفش. تمام. فلازم ندور. خلاص. فقلت خلاص مش مشكله. ساعتها انا السكن كان جنبيه سوبر ماركتس كده وماكدونالدز وبتاع. فانا في الاول بصراحه رحت على ماكدونالدز على طول. خلاص. علشان انا اصلا كنت شغال في ماكدونالدز قبل كده في جمه، فاي حد ما عندي خبره حاجه بسيطه يعني. فقلت خلاص في الاول ماكدونالدز كده لغايه لما نشوف الدنيا تبقى ايه هتمشي ازاي. ماشي. فرحت قدمت على ماكدونالدز وبتاع، طبعا انترفيو عادي وكده كده، هم اصلا محتاجين ناس على طول يعني. فانت بس اول ما تقدم بس الريفيو بتاع ماشي تبتدي امتى، يوم كذا خلاص تمام، المرتب ايه كذا كذا خلاص في الساعه كذا تمام. بس فالمهم ايه بدأت شغل معاهم. طبعا اثناء الشغل كنت انا ايه في الدايجا كوين، في اللي هي المعهد السنتين ده. خلاص كنت بدرس فيه وبتاع. معهد السنتين ده هو مش معهد، هو المفروض جامعه، عشان انا باخد لو خلصتها يعني باخد ماجستير. خلاص. سنتين تعتبر درجه ماجستير يعني. خلاص. آه بس فكنت بدرس فيه وبتاع. طبعا في اوائل الايام يعني، اول اسبوع اسبوعين الكلام ده كان ايه بروح وبتاع يعني، في حضور وما اعرفش ايه. ولكن بعد كده بعد بقى ما الكورونا بقى ابتدت تخش وبتاع، فقال لك بقى خلاص بقى كله بقى ايه، المحاضرات كلها تبقى زوم من البيت. تلات ارباع يعني، اللي عاوز يجي ولكن ايه اللي مش عايز، او مثلا حاسس ان هو تعبان شويه وبتاع، عشان مثلا ممكن عنده كحه عنده بتاع، فممكن إيه يتفرج عليها اونلاين. بيستريموها يعني، يعملوا لها ستريم من المحاضره اللي هي اونلاين، بحيث اي حد ايه في بيته يعني يعرف يتفرج عليها عادي وايه من غير اي مشكله عن طريق الجهاز البي سي بتاعه يعني. بس فدي كانت مصلحه. دي كانت مصلحه ايه، بحيث برضو الواحد يعني بدل ما يضرب المشوار وبتاع، لا ممكن مثلا في الوقت بتاع هو رايح بقى جاي مش عارف ايه الكلام ده، يستغل مثلا هو ممكن يشتغل حاجه تانية او حاجه او وات ايفر يعني. خلاص. خصوصا ان هي كانت حاجات اي تي يعني، فاللي هو الواحد عنده كده كده ايه خبره الى حد ما فيها يعني، فمش مش معضله قوي يعني. تمام.
بس فالمهم ايه، الوضع كان شغال على كده وبتاع. قعدت في ماكدونالدز بالظبط ممكن تقول شهر مثلا، شهرين اعتقد، حاجه كده. وبعد كده ايه، اكتشفنا بقى حوار اوبر ايتس بقى ده، خلاص، اللي هو الدليفري بالايه، بالعجله والكلام ده ومش عارف ايه. ساعتها هو اخويا اللي قال لي عليه الاول. قال لي ما تجربه وما اعرفش ايه وبتاع. قلت له ايه النظام ده وبتاع؟ قال لي كذا 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 وبتاع. هو برده ما كانش يعرف فيه قوي يعني، بس اعتقد، لا هو اعتقد كان ساعتها هو كان شغال فيه برده، بس كان لسه بادئ يعني. فبيقول لي حلو وما اعرفش ايه وبتاع. قلت له خلاص ماشي نجرب كده. بس فالمهم قدمت، وكان ساعتها ينفع اقدم انا كطالب عادي، واخد بالك، واشتغل عادي ومفيش اي مشكله، وبالعجله. خلاص اشتري بس الشنطه بتاعت اللي هي ايه، النقل دي بتاعت الاكل بتاعتهم، وبعد كده ايه واشتغل على طول بالعجله عادي، مفيش اي مشكله. بس فقدمت عن طريق البرنامج وبتاع، اديتهم الورق ومفيش مشكله تمام، اكسبتد تمام، وانت ايه معانا ممكن تنزل تشتغل ايه على طول. خلاص. فقلت طبعا انا ساعتها كنت شغال في ماك. خلاص فقلت خلاص ماشي ايه، نجرب ايه يوم ولا حاجه. خلاص فنزلت، لقيت يعني ايه، في شغل، في طلبات كتير وبتاع. ليه؟ كانت ساعتها بقى في عز الكورونا بقى، كله قاعد في البيت وكله بيطلب بقى. فكان ساعتها الشغل سخن وكبير. تمام. مؤاخذة يا شباب. فالمهم ايه، ابتديت بقى اشتغل وبتاع. آه، فلقيت ان الموضوع، لقيت ان شغلانه ماك بقت زي عباره عن ايه، واقفه في السكه، بتعطلني يعني. خلاص. ليه؟ القبض بتاعت ماك يعني مقارنه مثلا بالقبض اللي انا باخده من اوبر، لا يعني اوبر اعلى بكتير. خلاص فقلت لا، ماك احنا ايه نسيبه ونركز ايه مع اوبر ده، بحيث ايه تبقى الدنيا إيه حلوه يعني في الفلوس. تمام. فالمهم ايه، رحت عند بتوع ماك بقى، قلت لهم يا شباب انا خلاص بقى كده انا هقفل وبتاع. طبعا انت عشان في اليابان عشان تمشي من شغلانه بورت تايم لازم بتقول قبلها مثلا على الاقل بشهر. خلاص ان انا مثلا همشي ايه الشهر اللي جاي مثلا ولا بتاع، لازم تقول كده. خلاص. ما ينفعش تمشي تختفي مره واحده، بحيث هم برضو ايه يبقى ليهم فرصه ان هم يشوفوا حد تاني ايه يخش مكانك، مثلا لو الدنيا مثلا ايه يعني متظبطه كريتيكال يعني، بحيث لو حد مشي ممكن الدنيا تقع يعني، فيبقوا عاملين حسابهم على كده. بس فقلت لهم قبلها بشهر وبتاع. فساعتها قالوا لي ايه، فاكريني بقى ايه ما اعرفش حاجه يعني، فاكرين لسه جاي بقى ايه، اصل كان معانا ناس برضو ايه اجانب برضو، بيبقوا لسه جايين على طول بقى ايه منح بقى وات ايفر، او حتى جايين حد مدرس لغه عادي بس لسه ما يعرفوش السيستم ولا النظام ولا الكلام ده. فاللي هو ايه، معتقدين ان هو لا انت ما دام انت شغال معانا هنا مثلا العقد مثلا سنه، لازم تكمل سنه وبتاع، مفيش مشكله لازم وما اعرفش ايه، وما ينفعش تمشي واخد بالك وكده وبتاع. فطبعا مفيش حاجه اسمها كده. خلاص. انت بارت تايم، انت بتمشي في اي وقت براحتك. ده بارت تايم مش فول تايم، حاجه ثانيه. تمام. فقلت لهم فقالوا لي ايه، قالوا لي لا ما ينفعش وبتاع، ان انت ماضي عقد سنه ولازم تكمل لغايه السنه شهر كذا وبتاع، وبعد كده ممكن لو عايز تسيب ومش عارف ايه، ولكن ما ينفعش تمشي ايه في نص البتاع. قلت له لا ينفع وبتاع، انا القانون انا عارفه وما اعرفش ايه وينفع، وانا بقول قبلها بشهر، وانا ما دام قلت لك قبلها بشهر وبتاع وبعد كده همشي حقي. خلاص ما ينفعش ايه تيجي ايه تقول لا ومش لا والكلام ده. فلا ومش لا ومش عارف ايه والدنيا والحكايه والروايه وما اعرفش ايه وبتاع. قلت له طب خلاص ماشي ايه، انا بعد شهر برضه همشي برضه ايه، اذا كان يعني اعمل اللي انت عايزه، انا كده كده شهر وهمشي، بحيث ايه عشان برضه ايه ما يبقاش يعني اخليت بالسيستم والنظام يعني. بس فالمهم ايه، الشهر ده عدى وقمت مش رايح الشغل خلاص. فاهم؟ هو انا بكره مش جاي بس. ماشي. فاهمني؟ خلاص بقى وبتاع، والدنيا كانت ترمت وما اعرفش ايه وبتاع. عدى بالظبط ما اعرفش اسبوع مثلا حاجه كده. تمام. انا بقى شغال اوبر وبتاع، فلما بيجي لي اوردرز احيانا بيجي لي اوردر ماكدونالدز عليهم هم، فبضطر اخش المحل بتاعهم ده واخد اوردر. ماشي. فلما اخد اوردر فجاه يعني باخد الاوردر وبتاع تمام، باجي اوصله للعميل بلاقي ايه، بعد ما وصلته وبتاع الاقي فيه آه الريتنج بتاعي قل. ليه؟ اكتشف ان في ما يقول لك انت الريتنج ده بيبقى فيه من العملاء وفيه من الايه المحلات. فلاقي المحل واحد ايه ريبورت عليك ان انت مش تمام في بالنسبه لمحل معين يعني. فاللي اكتشفته ان هم علشان انا طبعا ايه مش عاجبهم يعني، فاول ما اجي اخد منهم اي اوردر وبتاع، فلما يبقى عندهم فرصه وبتاع يقوم ايه وهو على طول يديني اوردر وبتاع، وعلى شاشتكم على شاشه الاوبر اللي عندهم دي، فايه ريبورت الراجل ده مين، الراجل ده مش تمام ومش كويس مش عارف ايه، ويدي ريبورت. انا طبعا الريتنج بتاعي تت 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 بينزل كل شويه. تمام.
طب بتعمل ايه وبتاع. رحت لهم في مره زعقت معاهم، بس كان ساعتها الراجل مش موجود للاسف، كان الستاف العادي وبتاع. قلت لهم انتوا ازاي تعملوا كده وبتاع، كل لما اجي بتاخد اوضه وبتاع يدوني ريتنج لا احنا ما نعرفش حاجه، احنا ملناش دعوه وبتاع. طبعا انا عارف طبعا هم اصل اليابانيين ما بيحبوش المواجهه، ما بيعرفوش يواجهوا. خلاص، هو يديك الخوازيق من تحت لتحت كده خلاص، انما لو واجهته بيها وبتاع يقول لك لا ما اعرفش وبتاع، انت بتقول ايه وبتاع، ويعمل فيها عبيط كده. خلاص، ده العادي بتاعهم يعني. فالمهم قلت خلاص كده كده ما دام اصل كده ما ينفعش ارجع ريتنج تاني يعني، خلاص يعني كده كده خلصان. فقلت لهم خلاص ماشي تمام. انا بقى بيني وبين نفسي قمت ايه، قلت خلاص اول ما يجي الاوردر بعد كده على ماكدونالدز ده ايه مش هكنسله على طول، هو مش محتاج ايه اروح عندهم ولا ابص في خلقهم يعني كلهم تمام. بس وده فعلا اللي حصل. بعديها قامت الحكومه ما اعرفش كانت بعتالي زي ايه حاجه اسمها النينكن هنا في اليابان، انت بتدفعها زي تامين. خلاص المعاش بتاعك انت بتدفعه عشان خاطر ايه زي تامينات كده يعني، وبعدين تاخدها في المعاش بعد كده. فدي جات لي وبتاع، انا المفروض ايه ادفعها بالشهر وبتاع، فالمفروض انا عشان طالب ما ادفعش. لا مؤاخذه. فالمفروض انا عشان طالب ما ادفعش خلاص. فانت عشان ما تدفعش بتعمل ايه، بتروح للشياكشو اللي هو التاون هول بتاعت المنطقه، وتقدم طلب ان انت ايه ان انت طالب وبتاع، وانت انت مش معكش ان انت تدفع الكلام ده، وانت اصلا مش طالب ان انت تدفعه لسه يعني، عشان انت لسه ايه طالب مش شغال تمام. فرحت لهم ايه تمام ماشي دي اكتب الايه الطلبات دي وبتاع، ولكن كانوا عايزين ايه حاجه اسمها الكيوريو ميساي بتاع الماكدونالدز، عشان كنت شغال بارت تايم. قلت لهم قالوا لي شغال بارت تايم فين، قلت لهم ماكدونالدز، كنت شغال في ماكدونالدز يعني، ودلوقتي اوبر وبتاع. قالوا لي خلاص احنا في ماكدونالدز عايزين نعرف ايه انت كنت بتاخد كام مرتب في الشهر يعني. خلاص، فدي اسمها ايه زي مفردات المرتب كده. خلاص، فدي كانوا عايزينها من ماكدونالدز يعني. فقلت الماكدونالدز وبتاع، رحت لهم طبعا قلت لهم انا عايز كذا كذا وبتاع. لا ما عندناش حاجه نديها لك تمام. فقلت لهم ايه طب تمام ماشي خلاص، ما جادلتش معاهم بقى، قلت خلاص ماشي ليه ما انا في تاريخ بقى. قلت لهم خلاص ماشي. قمت رايح اول حاجه كده قمت رايح لمركز الشرطه اللي هو الكبير. خلاص، هو المفروض اصلا مش الشرطه، المفروض حاجه اسمها زي حاجه خاصه بالعمال يعني. خلاص مش فاكر اسمها ايه، النقابه العماليه باين حاجه كده، مش فاكر اسمها ايه يعني. ولكن انا ما كنتش اعرف بقى. فقمت ايه رحت للشرطه الاول، قلت للشرطه وبتاع كذا كذا ماكدونالدز كذا عايز منهم كذا، مش عاوزين يدوني مش عارف ايه وبتاع وايه والحكايه والروايه وما اعرفش ايه. قالوا لي لا بس احنا مالناش دعوه بالكلام ده، انت المفروض تروح لايه للمكان اسمه كذا 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 بالياباني كده ايه كلام غريب يعني، بس هو ايه المكان بتاع شكوى العمال يعني تمام. فقلت له طب هو فين المكان ده ايه، وانتم مديله ايه التليفون بتاعي على المابس وايه، وهو يكتب الكيبورد بقى وبتاع يكتب المكان وعشان تظهر في المابس يعني. فايه خد الموبايل وبتاع دي كتب الايه المكان، فلقيت المكان قريب خلاص في كوبي قريب يعني. فقلت خلاص ماشي ايه شكرا متشكرين ما اعرفش ايه وبتاع، وقمت ايه رايح بتاعه العمال دي. طلعت فوق هناك وبتاع، قالوا لي ايه الكلام ومش عارف ايه النظام وبتاع ايه الحكايه وما اعرفش ايه. فقلت لهم حكيت لهم كل حاجه بقى ايه ماكدونالدز وبتاعه الاعفاء وعايز مفردات المرتب مش عايزين يدوهاني وكل الكلام ده كله. فقالوا لي خلاص ماشي ايه احنا هنكلم ايه الماكدونالدز دلوقتي على التليفون وخليك موجود معانا كده نشوف ايه هيقولوا ايه. قلت لهم ماشي. فايه شويه كده دخلوا جوه وبتاع، فايه تليفون ما اعرفش ايه، فما اعرفش هم قالوا ايه بقى جوه بقى مع نفسهم ما بينهم مع بعضهم انا ما اعرفش طبعا. فالمهم ايه البنت جات لي يعني بتاعت الشباك قالت لي بص هو ايه المدير دلوقتي حاليا معايا على التليفون بتاع ماكدونالدز يعني، فقول له شوف انت ايه انت عايز ايه، قول له انت عايز ايه خلاص. قلت لها ماشي. وقالت لي ايه شوف كده ايه لو كده ممكن تعتذر له وبتاع يعني. قلت لها طب هنشوف لسه تمام. فايه اديتني التليفون وبتاع الو مدير وبتاع محمد وبتاع خير عايز ايه. قلت له يا عم انا عايز الكيوريو ميساي اللي هو فرصه المرتب بتاعتي بتاع من شهر كذا اللي هو ما اشتغلت لغايه ما مشيت مش عارف ايه. قال لي ماشي يا محمد ايه يعني يا سلام في اي وقت تعالى خدهم يا حبيبي مفيش مشكله يا سلام وبتاع. فبص انا كده بيني وبين نفسي طبعا انا كنت عايز اقول له ايه نكمل الاول طيب، بس دي ما اعرفش اقولها بالياباني ازاي يعني تمام. فالمهم ايه قلت له يا عم ماشي يا عم متشكرين وثانك يو وانت ايه برنس وعلى وضعك والدنيا والحكايه والروايه. قلت له خلاص تمام ماشي. بس وديتهم تاني التليفون وبتاع، فقعدوا يتكلموا معاه شويه ما اعرفش ايه بس وخلاص، وقالوا لي ايه كده خلاص هو المدير وافق ان هو خلاص يديك الايه المفروض مرتب وبتاع مفيش مشكله وبس كده. عايز حاجه ثانيه. قلت لهم لا يا متشكرين والله يا حاج كتر خيركم والله متشكرين جدا يا سلام وبتاع. بس فروحت ماكدونالدز تاني يوم او في نفس اليوم مش فاكر، فلقيتهم محضرينها برنت اوت جاهز ومتحضرين وبتاع.
قلت لهم كذا كذا وبتاع، خد شكرا سلام عليكم، بس قمت ماشي ولا كلمه. تمام. ليه؟ حقي خلاص يعني. هم اصل هم اللي بايه بيقفوا على الين. انت لو في عندك واحد ين فرق ما يمشيكش خالص، عارف، ما اللي هو ما يعدكش اصلا، يقول لك لا انت في واحد ين مش موجود، واخد بالك ليه؟ ما هم كده خلاص، ما انتوا كده بقى خلاص بقى، يبقى انا برضو ايه حقي برضو اخده انا بالمليمه يعني، ولا ايه؟ بس فده اللي حصل. حاجه بس كده قبليها، اول ما جيت كوبي على طول، بالنسبه لحوار مركز الشرطه ده، عشان برضو ايه، انا ليه رحت له في المره اللي انا عشان اعرف فيها بتاعت العمال دي، علشان اول ما جيت اوبر جيت كوبي في اول اسبوع كده، فكنت ايه رايح عشان اشتري حاجات من السوبر ماركت خلاص، فكنا ايه معايا كده زي بتاع كده فيها هنا جيبين، كنت حاطط المحفظه كده في جيب منهم خلاص. فايه وانا ماشي بالعجله كده وبتاع، فلقيت ايه بعد ما وصلت للسوبر ماركت وبتاع، فبحط ايدي كده ايه ما لقيتش المحفظه، فالمحفظه كانت وقعت خلاص. فطبعا انا ايه قلت اوبا المحفظه بقى، وكان فيها ايه فلوس كاش، وطبعا الكروت والكلام ده كله وكل حاجه والباسبور كمان. فقلت لا دي مشكله، فقمت ايه راجع في نفس الطريق اللي انا كنت جاي فيه عشان ايه ادور اذا كان ايه لسه موجوده او كده، فما لقيتهاش خلاص. طبعا ايه ركبي ثابت بقى وبتاع، وقعدوا يخبطوا في بعض ومعرفش ايه ورعب شويه وبتاع، بس بعد كده ايه قمت رايح. رحت الاول للسكن، قلت له يا عم السكن وبتاع انا المحافظه عايز مني نعمل ايه وبتاع النصيحه. قال لي روح مركز الشرطه اللي هنا وبتاع، قول لهم كذا كذا واعمل محضر معرفش ايه. قلت لهم خلاص ماشي. فرحت مركز الشرطه وبتاع، فقالوا لي ايه طبعا ايه مركز الشرطه ما كانش فيه حد يعني، بس كان فيه تليفون. ففي التليفون ده اصل احيانا الشرطه بتطلع هنا تطلع في اليابان، هنا الشرطه تطلع مثلا ايه دوريات كده، فلما بيطلعوا دوريات وبتاع، فبتلاقي ايه في على المكتب بتاعهم جوه لما تخش يعني الكوبر بتاعهم دون، بتلاقي تليفون كده وعليه مثلا رقم كبير كده، يقول لك ايه لو في حاجه اتصل بالرقم ده خلاص، بحيث ايه تكلم حد يعني. فانا اتصلت وبتاع الو بتاع كذا 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 المحفظه كذا وقعت مني في المنطقه الفلانيه كذا وبتاع، وانا اسمي كذا ومش عارف ايه، وبيانات المحفظه اللي هو يعني مواصفات المحفظه ايه وبتاع، او رقم تليفوني ومش عارف ايه وبتاع. قالوا لي خلاص ماشي، لو لقيناها وبتاع هي هنكلمك وما اعرفش ايه. قلت لهم خلاص ماشي. فيا دوبك في نفس اليوم بعد ما خرجت كده وبتمشى كده شويه كده ايه على اول الشارع، فلقيت التليفون جه وبتاع، الو محمد كذا كذا وبتاع، ايوه مين؟ قال لي انا كذا كذا من الشرطه وبتاع. قلت له ايه خير؟ قال لي المحفظه لقيناها وبتاع في مركز الشرطه الرئيسي وكده، في ايه اللي انا رحته ايام ايه لما رحته ساعه ماك يعني، هو ده. فقال لي ده هناك وبتاع لقوها وما اعرفش ايه ومش عارف ايه وبتاع، فتعالى خدها في اي وقت والكلام ده. قلت له خلاص تمام ايه زي الفل. بس فقمت ايه رايح على طول بالعجله على طول جري كده على مركز الشرطه ده، كان لسه اول مره اخشه بقى خلاص، كان ساعتها يعني. فدخلت انا محمد كذا كذا وبتاع المحفظه ومش عارف ايه، اتفضل هنا ايه عند الراجل ده. فدخلت جوه وبتاع، قال لي ايه المحفظه اسمك ايه كذا كذا، كذا كذا تمام بيانات مظبوطه خلاص. قال لي ايه دي المحفظه بتاعتك اهي، شوف كده لو في حاجه ناقصه وبتاع. فبص طبعا الكروت كلها موجوده، الباسبور تمام، كل حاجه تمام ومش عارف ايه، ولكن طبعا ايه الكاش مش موجوده خلاص. فقلت له هي تمام وكل حاجه، بس كان في 6000 ين كاش كده مش موجودين يعني. قال لي لا ما هو اللي هي احنا ايه لقيناها كده بصراحه من غير فلوس وبتاع، فدي اعتقد بقى ايه هو اللي لقاها ورماها، هو اللي ايه اكيد خد الفلوس وبتاع، فدي احنا ما نقدرش نعمل حاجه يعني. فقلت لهم خلاص ماشي مش مشكله عادي، يلا اهم حاجه يعني الورق جه والكروت جت، دي اهم حاجه وخلاص. بس فقمت ايه واخد المحفظه وخلاص. ودي كانت اول مره ايه احتك بايه بالشرطه بمركز الشرطه الرئيسي ده. بس تاني مره بقى حوار ماكدونالدز زون زي ما قلت لكم كده ايه في الفتره اللي قبليها. بس المهم فضلت بقى شغال ايه مع اوبر كده ها 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 ها, ها لغايه لما وصلت لمرحله بقى اثناء الدراسه، زي ما تقول ايه ساعتها الكورونا بدات اعتقد تقل شويه خلاص، وساعتها كانوا محتاجين باين تجديدة اللهم صل على النبي كارت الاقامه، عشان انا ساعتها ما كنتش جددته من ايام ايه جمعه، من ايام مدرسه الايه الكايجو بتاعه المسنين، فما كنتش جددته. كان المفروض اجدده بس ما رضيتش اجدده عشان خاطر لو كنت جددته في الوقت ده كان هيعرفوا ان انا ايه كنت كسر ساعات في ايام جمعه هناك. فقلت لا احنا نقضي على الاقل ايه اول سنتين اول سنه على الاقل
من المدرسه الجديده دي، وبعد كده نقدمه بحيث يبقى برضو الواحد ايه يشوفه ان انا ايه لا يعني كنت بس بعد كده ايه مشيت معتدل يعني، فاللي هو ايه الدنيا تبقى ماشيه مظبوطه، وانا ايه اثناء الدراسه حاليا فيعني ما يصحش قوي ان هم ايه يعملوا لي حاجه غلط يعني. فده اللي كان في دماغي ساعتها يعني. فالمهم ايه، طبعا حصل اللي حصل وبتاع، فلقيت شغل اوبر ابتدى بقى يقل شويه خلاص، وكان لازم بقى ايه نعمل فلوس كتير عشان خاطر يعني كان المدرسه محتاجه مني يعني مدرسه اللي هي الاي تي دي كانت محتاجه مليون ين في السنه، يعني في السنتين محتاجه 2 مليون ين ماشي. فانا يعني انا دفعت اول جزء اول 500 خلاص، عشان يعني السنه تبقى على 2 500 500، والسنه الثانيه سنه ثانيه 500 500 ممكن تدفعهم كده يعني تمام. فانا كنت دافع الايه ال 500 الاولانيين خلاص، فلازم ادفع ال 500 تانيين ماشي. ف قلت لازم نزود شغل وبتاع. فالمهم ايه قدمت على شغلانه تانية، واللي هي كانت محل اسمه دون كيهوتي. دي سوبر ماركت كده مشهور في اليابان يعني، هو علامه الايقونه بتاعته شبه البطريق كده خلاص، هو مشهور قوي يعني. فاشتغلت هناك شويه، وبعد كده بعد ده كان هو ده اعتقد ده الاخير مع اوبر، كان ده مع اوبر ايوه. وبعد كده قمت كان ساعتها الدراسه خلاص ايه الترم الاول قرب يخلص وبتاع، وكانوا محتاجين بقى الفلوس وما اعرفش ايه. فاللي هو يعني ما عرفتش اجمع الفلوس خلاص، وبرده ما عرفتش ايه استلف برده فاهم، عشان خاطر الفلوس كانت كتيره. فقلت لا، قلت لازم الواحد يحاول يدور على شغل، يعني يحول فيزا شغل خلاص، علشان يعني ما ينفعش مش عارف اكمل خلاص. وخصوصا المدرسه ما طلعتش مدرسه عاديه يعني، انا افتكرت ان هي اول ما دخلتها على طول افتكرت ان انا هدرس عادي اي تي عادي منهج تمام بامتحاناته وبتاع، لكن انا ما كنتش متخيل في الاول ان هي مش كده، هي عباره عن ماجستير. فانت النظام ايه بيديك كلام في الهوا كده، يقول لك اعمل بحث عن موضوع فلاني، يعمل بحث عن كذا، يعمل بحث عن كذا، واخد بالك، بس هي عباره عن ابحاث كده خلاص. والتكنولوجيا اللي انت بتتكلم عليها في الابحاث دي المفروض يعني تبقى انت المفروض اوريدي اصلا عارفها يعني خلاص. فدي كانت المفروض للناس اللي هم اصلا دارسين اي تي اوريدي ومخلصين مثلا جامعه محترمه وبتاع اي تي، وبعد كده ايه حابين يكملوا ماجستير مثلا في حاجه زي كده، فدي كانت ليهم. انما لا، انا ما كنتش دارس اي تي، انا اي تي كله عارفه بالخبره يعني خلاص. لكن الحاجات اللي هي التكنيكالز بقى قوي، حاجات بقى الباينري بقى واللغات البرمجه اللي هي من جوه قوي دي ما كانش ليا فيها خالص يعني. وهم معتقدين ان انت عارف كل الكلام ده انت سهل عادي يعني خلاص، ودوائر الكهرباء ومش عارف ايه كل الكلام ده. انا طبعا ما فيش الكلام ده خالص يعني تمام. فانا ما كنتش شايف فيها مستقبل قوي. فقلت ان يعني الواحد لو حتى اصلا يعني جه على نفسه وحاول يجيب الفلوس باي طريقه مش هعرف اكمل السنه التانية خلاص يعني، مش لاقي فيها مستقبل يعني بالنسبه لي خلاص. فقلت ايه، فسالت عرفت ان ممكن اوقف الدراسه، بحيث اوقف الدراسه مثلا السنه يعني خلص اول سنه دي اوقف الدراسه، وبعد كده ايه السنه التانية دي ممكن اكملها بعد كده قدام، واخد بالك. قلت برضو ممكن نعمل كده بحيث ايه ما تضيعش علينا على الفاضي تمام. فقلت ايه يعني نعمل كده يعني. فرحت المدرسه اتكلم معاهم وبتاع، قالوا لي وبتاع هو ينفع، بس ان انت بالنسبه لك ما ينفعش. قلت لهم ليه بقى؟ قال لا، ما انت لازم تكون اوريدي اصلا دافع السنه الاولى كلها عشان تعمل الحركه دي، انما انت عليك فلوس لسه ما دفعتهاش، فما ينفعش تعمل الحركه دي وبتاع. غير كده يا اما انت ايه خلاص ما تكملش بقى وبتاع. فقلت لهم خلاص ايه، خلاص ماشي انا مش هكمل وبتاع وخلاص على كده واشوف حاجه تانية تمام. بس فساعتها قمت ايه، كان في طريقين يعني. اول طريق كنت بدور على مدرسه اي تي. طبعا انا الهدف كله ان انا اكمل في اليابان بس، يعني انا عايز اكمل مده في اليابان بحيث اقدر اقدم على الاقامه الدائمه في الاخر ماشي. فانا كنت محتاج مده ماشي. فالمده اي حاجه بقى، طالب في شغل او تيفر يعني ماشي. فقلت ايه، قلت خلاص نشوف مدرسه تانية. فدورت على مدرسه تانية، لقيت مدرسه اي تي
مدرسه عادي بمنهج مفيش اي مشكله، سنتين معهد اي تي سنتين، وهيدرس معهد عادي، مواد بامتحانات بمنهج عادي جدا زي اللي انا كنت ايه عايز اخشه يعني. فلقيت ده، قمت ايه قدمت. كان ساعتها فتره التقديم، خلاص كان حظي حلو يعني ساعتها. فقدمت عليه وبتاع، ودخلت الامتحان اللي هو الامتحان اللي هو القبول ده، اذا كان هقبل ولا لا. كان امتحان ياباني هو. فدخلت الامتحان ونجحت في الامتحان الحمد لله، ودفعت كان برضو محتاجين برضو رسوم الامتحان الاولانيه دي، كانت حوالي 10000 ين ولا حاجه، دفعتهم برضو وتمام وبتاع، وخلاص استنى ايه النتيجه وبتاع. قلت لهم خلاص ماشي. فساعتها كان لقيت برضو ايه عن طريق برضو مع ناس معارف وبتاع، لقيت الراجل برضو فاتح مكتب توظيف. ماشي. مكتب التوظيف ده المفروض هنا في اليابان لو انت مثلا معكش وظيفه وبتاع، فبتروح له بيظبط لك وظيفه وبتاع، وهو بياخد نسبه من الراجل اللي وظفك ده. خلاص ده السيستم بتاع الشغل بتاعهم ده اللي انا عارفه يعني. ماشي. فواحد ايه جاب لي المكتب ده، قال لي ده كويس وما اعرفش ايه وبتاع، ممكن يلاقي شغل ما اعرفش ايه وبتاع، وبيتعامل اصلا مع اليابانيين يعني الاجانب يعني مفيش اي مشكله. قلت له خلاص حلو. فرحت كلمته بالتليفون كذا 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 كذا، وانا محتاج عشان اغير فيزا ومش عارف ايه ومش عارف ايه وبتاع. قال لي خلاص ماشي ايه هدور ولو لقيت هقول لك. قلت له خلاص يا عم ماشي، ورقم تليفوني كذا كذا وبتاع واللي انت عايزه ما اعرفش ايه. قال لي خلاص ماشي. بس فايه ما عدى بتاع اسبوع كده، فجالي جواب على البيت ايه بان انت اتقبلت في المدرسه بتاعه الاي تي الجديده دي. فقلت حلو. فالراجل كان ساعتها بتاع الاي تي ده كان معايا على ايه على الشات، كنت واخد الشات بتاعه يعني، عشان خاطر لو في اي حاجه وبتاع يبعت لي ابديتس يعني. فالمهم ايه لقيت ان انا ايه تمام اتقبلت وبتاع. فمحتاجين ايه النيو كوكين، هي رسوم الدخول المدرسه. الرسوم دي كانت المفروض 200,000 ين. خلاص دول كانوا معايا بس يعني دول اللي كانوا معايا بس، مش معايا اكتر منهم. خلاص. فانا لو دفعت 200,000 ين دول هخش المدرسه واقدر ساعتها ايه واتسجل معاهم خلاص، وساعتها ممكن ايه يدوني بقى الفيزا ونطول الفيزا تاني وبتاع. خلاص. طبعا هيبقى برضو الريسك ان هم هيشوفوا في الاميجريشن التاريخ بتاع الشغل بتاعي، علشان لما انا من طالب لطالب بيشوفوا التاريخ بتاع الايه الشغل، كسرت الساعات، خالفت قوانين ولا لا، فبيبصوا على دي. فكان فيها ريسك من دي برضو. خلاص. وبرضو طالب، انت كده كده طالب، فهتبقى طالب تاني برضو، فاللي هو ليك 28 ساعه برضو ماكس ومش عارف ايه وحضور وغياب والكلام ده. فقلت مش مشكله عادي، ما احنا متعودين على كده، نعمل ايه مع كل ده عشان عاوزين نستمر. خلاص. ولكن جات لي بقى بعد كده قلت ايه لا قلت طب ما ده جواب بقى جالي خلاص، فاللي هو ايه تماما دي ايه تعتبر طريق موجود. ماشي. فقمت ايه رافع السماعه بقى ايه للراجل التاني بتاع الشركه ده. قلت له بص كذا كذا كذا، انا ايه جالي ايه كنت بقدم على مدرسه وبتاع، وجات لي الرد ومفروض اخش المدرسه وبتاع ومفيش اي مشكله وبتاع، فقول لي لقيت شغل ولا لا، ولا اخش المدرسه دي وخلاص، ولا ايه الكلام. قال لي لا طب خلاص بص، لو انا لسه لقيت شغل وبتاع، بس انا عندي فكره حلوه وما اعرفش ايه. قال لي ايه رايك انا هشغلك عندي، هعمل لك العقد وبتاع واشغلك عندي ايه، واطلع لك الفيزا عندي وبتاع وايه، بس انت في الحقيقه انت مش هتشتغل عندي، انت تعمل اللي انت عايزه ماليش دعوه بيك. خلاص. فقال لي ايه تعمل اللي انت عايزه ماليش دعوه بيك. يعني ايه من الاخر يعني هيعمل لي الورق ويديني الملف ويروح ايه يقدمه الاميجريشن، واخد بالك، وهو ياخد القرشين اللي هو ايه اللي متفق عليهم. القرشين اللي هو كان عايزهم دول كانوا كام؟ كانوا هم 200,000 برضه. خلاص. فانا هم 200,000 معايا، مش معايا غير منهم غير فيرجن واحد بس، هي 200,000 واحده بس. هي تخش ايه طريق المدرسه، يا اما تخش طريق الشغل الريسك ده اللي هو انت ما بتعرفش اصلا ممكن يوافق ولا ما يوافقوش. ماشي. بس اللي انا اعرفه كمعلومات، اللي كنت اعرفه ساعتها يعني، ان لو انت بتغير من طالب مثلا لشغل، عاده ما بيبصوش للطالب انت ايه كنت نظامك ماشي ازاي، غير لما انت مثلا من طالب لطالب برضه، فايه بيشوفوا قد ايه الدنيا ماشيه زي التاريخ. انما من طالب للشغل عاده بيبصوا على شوف الشغل نظامه ايه بس وخلاص يعني، مش بيبصوا على تاريخ لما انت كنت طالب كنت شغال ازاي، ما دي مش بيبصوا عليها في الحاله دي يعني. ده اللي انا كنت عارفه ساعتها. فقال لي ايه، قال لي كده يا اما كده يا اما ايه براحتك انت شوف اللي انت عايزه وبتاع. قلت له خلاص ماشي ايه هفكر. تاني يوم باذن الله زي يعني على طول قعدت افكر طبعا شويه كتير بقى، اصل ده يعتبر مفترق طرق، ده اللي هو انت ديسيجن ده انت هتشوف بقى يا اما يمين يا اما شمال، حياه مختلفه في الحالتين. تمام. فانا ايه فكرتها في دماغي كده، قلت لا، قلت بص روح في الشغل اهو تحول الفيزا
سيبك من حوار الطالب دون، ومن الشغل بقى ده ممكن تحول لشغل تاني وهكذا، تخش في سكه تانيه احسن، وممكن تبقى حاجه كويسه. هو ريسك ان انت ما تعرفش اصلا ممكن يحصل ايه، ممكن اصلا يديك رفض او حاجه في الاميجريشن يعني، خصوصا ان انت اصلا يعتبر شغال شغل مش شغل حقيقي يعني. خلاص انت شغال ولكن في الحقيقه انت مش شغال. خلاص. فالمهم قلت لا، قلت مش مشكله خلاص بقى يعني، كفايه طالب بقى لغايه كده، لا احنا نجرب الجديد. ماشي. بس فقمت كلمته وبتاع، قلت له خلاص تمام مش عارف ايه، خلاص تعالى المكتب. قلت له تمام. رحت المكتب عنده، قمت الابلكيشن كان موجود، الابلكيشن بتاع الفيزا تجديد، كله تمام. كنت طالب كانوا كاتبين يعني عايز كام سنه. خلاص. فانا عاده بكتب 5 اللي هي ماكس يعني، هم بقى بيدوني على حسب اللي هم عايزينه يعني. تمام. فالمهم كتبت 5 وبتاع. فلقيت خلاص تمام، خلصنا الابلكيشن وبتاع، برنت اوت مفيش مشكله، امضي. تمام. قلت له خد يا عم البتاع بتوعك. قال لي بقى، قال لي بص انت هتروح تقدم الملف ده تمام ماشي، بس لو قالوا لك اي حاجه وبتاع ما ينفعش، حتى رفض مش عارف ايه، مش هرجع لك امتحان فول تاني خلاص وبتاع وانا مش دعوه بقى، انت مع نفسك بقى، شوف انت تعمله ايه. ماشي. قلت له يا عم ماشي مفيش مشكله. فرحت الاميجريشن، قدمت ملف التجديد ده. خلاص. وطبعا ضايق على قلبي وبتاع. في الفتره دي قعدوا حوالي بتاع 20 يوم. انا بقى شغال اوبر بقى وما اعرفش ايه والكلام ده كله. لقيت جواب جاي على البيت وبتاع، محتاجين 4 اوراق زياده من الراجل برضو بتاع الشغل ده، بس اوراق تعتبر سهله. خلاص. فكلمته وبتاع، قلت له بعت له صوره، قلت له عايزين نرى دول وبتاع حضرهم لي وبتاع، اخدهم منك. ما سالتوش بقى ان انا دول عندك ولا لا، لا اللي هو حضرهم انا جاي اخدهم. اللي هو انت غصب عنك هتحضرهم وانا جاي اخدهم منك، مش اللي انت عندك ولا مش عندك، طب هنعمل ايه ومش هنعمل ايه ومفيش الكلام ده. خلاص. ليه؟ اصل خلاص يعني هي خلصانه كده، مفيش اوبشنز تاني اصلا. ما ينفعش ارجع تاني واقول مثلا لا اخش المدرسه، ما ينفع خلاص. فالمهم رحت له، خدت الورق، قمت رحت الاميجريشن اديتهم له، بعتهم للاميجريشن. بس بعديها حوالي اسبوع كده وبتاع، جالي جواب على البيت كده، تعالى الفيزا الكارت بتاعك جاهز، تعالى الاميجريشن. طبعا هو ما بيقولكش ان هو طلع ولا لا، هو بيقول له بس تعالى. فاهم. فبس المهم، بس بالنسبه لحوار المدرسه، انا ساعتها بقى لما رحت عند الراجل ده عشان اخلص حوار بقى الفيزا بتاعت الشغل دي، فبعت المدرسه، قلت المدرسه وبتاع خلاص المدرسه وبتاع انا بعت الراجل ده في الشات، قلت له انا خلاص مش هحضر المدرسه وبتاع معلش ومش عارف ايه، فعشان لقيت شغل وبتاع فكنسل المدرسه ما اعرفش ايه. قال لي خلاص ماشي براحتك مفيش مشكله وبتاع، بس طبعا مش هينفع تسترد فلوس الامتحان اللي انت دفعتها بتاعت الامتحان 10000 جنيه دي. فقلت له مش مشكله عادي مفيش مشكله. قال لي خلاص مفيش مشكله تمام وبتاع، فرصه سعيده وزي الفل. قلت له تمام. بس المهم بقى بالنسبه بقى الحوار الاميجريشن لما جالي الجواب بتاع، فقمت رايح الاميجريشن على طول. انا بقى يعني فاهم يعني، يا اما يدوني بتاع يا اما يدوني جواب ترحيل، يلا اتكل على الله. فانا مش عارف بقى. المهم رحت الاميجريشن وبتاع، قلت لهم الجواب اهو بتاع والرقم ما اعرفش ايه. قال لي ثانيه واحده. قال لي خد اهي كارت الاقامه بتاعك الجديد. فبصت كده، اسمي تمام وبتاع والصوره تمام شغل فيزا شغل كذا 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 شغل وبتاع، بس سنه واحده. قلت ماشي مش مشكله الحمد لله. قلت له رجعت هو زي ما وبتاع ثانك يو وبتاع، قمت خدت البتاع تمام يا الحمد لله. كان ده كان موقف بالنسبه لي اللي هو كان حياه وموت يعني، هو اللي هو الفهم اللي هو خد بالك اللي هو خلاص يعني، كنت على اعصابي على الاخر. فالمهم خدت البتاع سنه وبتاع الحمد لله. طبعا انت لما بتاخد البتاعه دي مثلا سنه شغل، فانت خلاص القديم كله ده بيتمسح. فانت لو التزمت بحوار الشغل دي واللي بتيجي جدد الشغل بعد كده، تبقى الدنيا سموز والدنيا سهله مفيش اي مشكله. فقلت حلو، دي بدايه كويسه وبتاع زي الفل. فخلال السنه دي كنت شغال اوبر، ساعتها دخل حاجه اسمها باندا، فود باندا برضو كان دليفري، برضو قدمت فيه برضو نفس الكلام. فضلت شغال مع الاثنين لغايه لما جم قالوا لي عايزين تجديد الزاريو كارت الاقامه، عشان انا كنت مقدم كارت الاقامه بتاعي لما كنت طالب. تمام. فكارت الاقامه بتاع الشغل الجديد اللي خدته دون مكتوب عليه ان انت ما ينفعش تشتغل شغلانه تانية غير اللي مكتوبه في كارت الاقامه ده، اللي هو مهندس مثلا او بتاع، اللي هو كان ليهم الكاتيجوري كده. فلو انت ما ينفعش تشتغل شغلانه تانية غير اللي في الكاتيجوري اللي انت فيها دي، فبالاخر ما ينفعش تشتغل بارت تايم. خلاص. فانا لو قدمت لهم دي في اوبر او وات في باندا وبتاع، مش هيقول لك لا انت كده ما ينفعش تشتغل. خلاص.
فبس فطبعا ايه الشغل بقى خلاص يعني، كان ناقص لي حوالي باين شهر وبتاع ولو ما قدمتش كانوا هيقفلوا الاكونت يعني، فبديت ادور على شغل تاني. تمام. دي كانت تعتبر ايه في اواخر السنه، يعني اواخر ايه السنه اللي انا واخدها بتاعت ايه اللي كانت الاقامه الجديده خلاص. طبعا اثناء وانا شغال مع اوبر بقى والكلام ده في خلال السنه دي وبتاع، كنت بروح كل شهر بدل الراجل بتاع اللي عمل لي فيزا ده على اسمه ده، بديله فلوس اللي هي الضرايب بتاعتي، عشان هو المفروض لو انا شغال عنده المفروض بيدفع لي ضرايب، فهو عشان انا مش شغال عنده ويعمل لي ورق كده وبتاع، فانا بدفع له ايه الفلوس، وهو ايه بيديني بيها اثار كده ملوش لازمه كده وبتاع، يقول لي ايه قال يعني ان هو استلم مني فلوس يعني، ودي اللي هو هيدفع ضرايب ليا اللي هو لما يعني في ملفاته هو يعني. خلاص. طبعا انا شاك في الحوار ده، بس يعني احنا ايه، انا اهم حاجه عندي فيزا جديد وخلاص الحمد لله مفيش مشكله. تمام. ف فضلت شغال كده، فعلى اواخر السنه طبعا بعد ما اوبر وبتاع بدا خلاص ايه خلاص الدنيا تفنش، فدورت على شغل فلقيت ايه برضو حد معرفه وبتاع عرفني على حد، فالحد ده جه كان شغال في شغل مصنع بيعمل رولات اللي هي بتاعت الارضيات بتاعت البيوت يعني. خلاص. بيبقى في رولز كده، الرول ده بيتفرش على الارض وبتاع ويتلزق بطريقه معينه وبتاع، فهو ده بيبقى البتاع طبعا ماتيريالز معينه وخامات وما اعرفش ايه حاجات من دي يعني. فدي ده كان المصنع يعني، فكان المصنع بيجيب ايه شغل نظام ايه، بيجيب الرولات دي وبيقطعها امتار بقى على حسب العميل عايز مثلا دي كام متر، عايز دي كام متر ودي كام متر وبتاع، فانت ايه انت شغلتك في المصنع ده انت بتعمل ايه، بتجيب الرول الكبير بقى تحطه على المكنه، وبتشوف ايه الاوردرات اللي جايه لك، عايزه مثلا ايه 5 متر و4 متر مثلا و2 متر ولا حاجه، فتقوم انت ايه بتظبط مثلا 5 متر، تقوم ايه المكنه مقطعاهم لفاهم مقطعاهم، وانت واخدهم ايه حاططهم مغلفهم وحاططهم على جنب وهكذا تك 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 تك، وتحط استيكرات عليهم وبتاع بحيث ايه يبقى هو ده ده الشغل يعني خلص بتاعك. فده كان نظام الشغل يعني. طبعا كان شغل ايه محتاج قوه شويه عشان خاطر انت الرولات دي تقيله، فانت لازم في حاجات بتشيلها، فلازم يكون عندك صحه شويه يعني. خلاص. فده كان نظام الشغل يعني. فالمهم ايه، وكان هناك طبعا ناس مصريين وبتاع اتعرفت عليهم برضو في منهم صحابي لغايه دلوقتي. فالمهم اشتغلت هناك فلغايه على اخر السنه بقى، على طبعا ايه انا بقى شغال دي بس خلاص، ما اوبر بقى خلاص قفل وبند قفل خلاص، ما كانوا عايزين كارت الاقامه فما جددتهمش، فكله قفل خلاص مفيش غير دي. فجه على اخر السنه بقى، فقام الراجل ايه مكلمني، الو يا محمد وبتاع، بص انا مش هعرف اجدد لك بقى تاني وبتاع، علشان خاطر الايه الاميجريشن احتمال تعدي عليا تعمل تفتيش وبتاع، فممكن يحصل حوارات وما اعرفش ايه وبتاع، فهشوف لك شغلانه تانية وما اعرفش ايه وبتاع عشان مش عارف اجدد لك ايه الفيزا. قلت له لا بقى تاني مش ممكن، وانا مصدقت يعني، انا اصلا حوار الفيزا ده عامل لي ايه صداع في دماغي. خلاص. فده جاي بقى ايه دبل داون عليه خلاص، فحاجه رمه يعني. فقلت له خلاص يا عم ماشي دور لي على شغل يا عم، عشان كده ما ينفعش وعيب وما يصحش ومش عارف ايه والحكايه والروايه وادفع لك فلوس وعيب ومش عارف ايه. قال لي ماشي يا عم وبتاع هشوف شغل وما اعرفش ايه وبتاع وبقى اكلمك وما اعرفش ايه. فالمهم ايه ده من ناحيه آه فالمهم كلمني كذا مره بقى يعني، مره تعالى يا محمد في شغل كذا كذا وبتاع تعالى شوف الشركه. رحت معاه في مره لقيت ايه زي كده ورشه كده فيها ايه بعض المعدات، ودول بيطلعوا يبنوا حاجات كده وبتاع. قلت له لا يا عم ايه الشغلانه ايه بنت الكلام ايه ده واخد بالك يعني حاجه تقيله قوي يعني ما ينفعش. قلت له لا مش دي وحشه. فقال لي خلاص طيب ماشي يا عم تمام شوف حاجه تانية. بعديها شغلانه تانية وبتاع ايه الكلام، دي شغلانه دي بقى ايه مثلا يعني انت بتركب مثلا ايه القطر بتروح مثلا ايه بتاع ساعتين رايح، تروح المكان ده حاجه كده ايه زي ما بيقولوا في نوير كده في ايه في عند البحر كده بعيد، وصاحبنا كان واحد صيني وبتاع بتاع تسييح بلاستيك وما اعرفش ايه. قلت له يا عم دي بعيده قوي دي، وبعدين ايه كانت ايناكا. خلاص. قلت له يا عم دي ايناكا وبتاع بقى، ايناكا دي اللي هي يعني كونتري سايد يعني. قلت له دي كونتري سايد وبتاع انا مصدقت طلعت من جمه وبتاع مش عايز ارجع تاني حاجه زي كده وبتاع، بقيت بعيده اللي هي المدينه بقى العاديه بقى. خلاص. وطبعا انا كان اخويا عايش هنا وبتاع، فاللي هو كنا برضو فين وفين يعني ايه بنتقابل بتاع قريبين من بعض حلوه يعني. انما لو رحت هناك دي ببقى في حته مقطوعه بعيده. ماشي.
فقلت له لا برضه دي ما تنفعش وبتاع. قال لي يا عم وبتاع ما أنا لازم اشوف حاجه ومش عارف إيه. قلت له لا ما انت شوف حاجه كويسه في المنطقه، ايه اما كده ما ينفعش يعني. فقال لي طب خلاص ماشي وبتاع. فالمهم ايه بعديها بقى ايه جاب لي بقى واحده، قال لي تعالى ايه شوف دي وبتاع. فايه كانت قريبه تمام واخد بالك. دخلت بقى ايه كانت هي عباره عن زي شركه ورك شوب يعني بتاعه سي ان سي وتقطيع وتشكيل معادن. خلاص بتعمل انت الاشكال دي على برنامج على الكمبيوتر وبتخلي المكنه تنفذ البرنامج بحيث تديك الشكل يبقى بعده ايه محدده وبتاع زي ما العميل عايز وهكذا. ده كان الشغلانه يعني. فكانت شغلانه ايه دخلت هو وراني بقى ايه عملنا تور كده في الشركه فالمكن بقى وبتاع مش عارف ايه. بس كان ايه حاجه لذيذه يعني. ما فيهاش شيل تقيل، ما فيهاش يعني مش هقول لك تعب، مش ما فيهاش فيها يعني ايه معاناه كتير يعني. خلاص. وفي نفس الوقت ايه لحد ما راقيه شويه وبتتعامل مع يابانيين برضو يعني. ف وبرضو فيها كمبيوتر وفيها شويه سيستمز وبتاع يعني لحد ما يعني خلاص ايه موجود. فقلت له خلاص ايه ماشي الشركه دي مفيش مشكله ايه مفيش يعني تمام يعني. والحاجات دي كلها ممكن نتعلمها مفيش اي مشكله. بس وقال لي خلاص ماشي ايه نقعد معاهم. فقعدت معاهم انترفيو بقى في الشركه وبتاع مع الراجل كان معايا برضو. لما رحت الانترفيو ده بتاع الشركه دي كنت انا لابس عادي بجاكيت عادي وتيشيرت مفيش اي مشكله يعني. المفروض اصلا في اليابان انت لازم تلبس بقى البدله ومش عارف ايه وتقفز كده وبتاع والاحترامات والسيكونس والكلام ده. بس طبعا ايه الدنيا كانت حلوه يعني. عشان اصلا حاسس ان هو انا كده ممكن ما تقبلش اصلا يعني اللي هو فاكس مش تفرق. بس فالمهم ايه رحت انترفيو بتاع كان معايا وقعدنا نتكلم بقى مع الناس اللي هم بتوع الشركه دول المديرين وبتاع. خلاص تمام وبتاع خلاص ماشي. خلاص محمد انت كده ايه روح وانا ايه هكلمك ايه لو في جديد. قلت له خلاص يا عم ماشي. فروحت وبتاع. تاني يوم قام مكلمني انا محمد بتاع الشركه وافقت بيك تمام الحمد لله. فعايز تبتدي من يوم كام؟ قلت له يا عم ابتدي من يوم 1/2. كان ساعتها كان شهر 1 في الاواخر عنده كده يعني. فقلت له ايه 1/2 وبتاع. قال لي خلاص تمام ماشي. بس ساعتها قمت ايه مقفل بقى خلاص مع شركه اللي هي رولات دي بتاعت الارضيات دي. قفلت معاهم خلاص تمام وايه همشي بقى السلام عليكم وبتاع. بس ساعتها شركه الرولات دي اصلا الراجل المدير بتاعها كان راجل مستفز يعني. كان مديني كان عامل لي رخصه الفورك ليفت ان انا اقدر ايه اتحكم بالفورك ليفت وبتاع واسوقه وبتاع بحيث ايه اشيل الرولات احطها في الدرفف وانزل الرولات واحطها في المكنه وبتاع وهكذا يعني. فرخصه الفورك ليفت دي كانت بفلوس طبعا يعني. خلاص فهو كان دافعها لي. فاول ما قلت له خلاص بقى انا همشي ومش عارف ايه وبتاع قال لي خلاص ماشي ايه انا هخصم من مرتبك فلوس الايه رخصه الفورك ليفت. قلت له يا ابن الكلب. قلت له يا عم ماشي يا عم يلا هي برضو ايه صفحه وهنقفل امها ومش نشوفها تاني يلا في داهيه. قلت له خلاص يا عم ماشي. بس فالمهم خصم الدنيا وبتاع والدنيا كان اخر مرتب ليا يعني وبتاع. قلت له خلاص ماشي يلا غور في داهيه. بس فبس وبعد كده ابتدى بقى ايه الشغلانه اللي انا ايه حاليا فيها دلوقتي. يعني انا حاليا شغال في ايه في الشركه بتاعت اللي هي السي ان سي دي بتاعت المعادن دي وبتاع اللي حاليا انا ايه شغال فيها الحمد لله. دلوقتي بقى لي 3 سنين ساعتها من ساعتها دلوقتي 3 سنين. فيعني لغايه لما ربنا يسهل ممكن نشوف حاجه تانية يعني. ولكن حاليا هي انا في الشركه دي يعني. بس فالمهم ايه بعد ما دخلت في الشركه بقى دي طبعا كان ساعتها كان السنه اللي كنت واخدها من الراجل اللي قبل كده فكان خلاص هتخلص وبتاع لازم اجدد. فقمت ايه واخد الورق من الشركه الجديده دي ورق الفيزا يعني وخدته تمام مش عارف ايه. وقمت رايح بقى الاميجريشن قدمت بقى على تجديد الشغل يعني فيزا الشغل عادي بس مكان مختلف شهر جديده وبتاع. فقدمت ورقه وبتاع طبعا ايه 5 سنين كالعاده برضه عشان برضه انا بحب ايه دي الماكس. فالمهم ايه بعديها على طول باين اسبوعين 3 اسابيع بالكتير قبل الاميجريشن بعت لي جواب وبتاع ايه تعالى ايه فيزا خلصت. رحت الاميجريشن قال لي ايه خد يا باشا ايه نغايه ايضا وبتاع. النغايه دي معناها ايه مده طويله اتفضل. فبص كده لقيتها ايه محمد وبتاع نفس الحاجه كل حاجه ولكن ايه 5 سنين. قلت بس الحمد لله تمام. دي كانت ساعتها ايه الحاجه اللي الواحد ايه فاهم يا الحمد لله اخيرا. دي اللي هو كان برضو واحد برضو ايه يعني كان متشكك برضو في الاول اللي هو لما خدت الايه السنه من الراجل بس سنه واحده برضو والراجل كده كان تعتبر كانك شغال بلاك وبتاع فاللي هو انت مش مظبوط مش واقف على ارض صلبه يعني.
انما دي لا، دي شركه حقيقيه وشركه يابانيه، وانت بتروح تشتغل وكليك ان وكليك اوت وبتاع، موظف عادي واخد بالك. فالدنيا ايه تعتبر للجيت قوي يعني. فتمام، فاخدت بقى ايه 5 سنين وبتاع بس، لغايه دلوقتي هي معايا وبس. ودي كده قصه المعاناه يعني. وطبعا المدرسه طبعا بالنسبه المدرسه اللي هي بتاعه الاي تي دي قلت لهم خلاص بقى انا ايه همشي وبتاع ساعتها يعني. فادوني ورقه ان انا ايه همشي وما اعرفش ايه، ان انا مشيت مثلا، كان ان انا قعدت قد كده فيها وبتاع ومشيت خلاص. وهي الورقه دي مع انها ما كانتش شهاده تخرج، بس الورقه دي كانت نفعتني ولما كنت بقدم في التجديده بتاعه الايه الشغل الجديد ده، علشان الاميجريشن عندها اهم حاجه ورق. فخلاص، فاللي هو ايه انت هتشتغل مثلا في شركه زي دي مثلا ايه خاصه بالسي ان سي مثلا، وشغل فيها شويه بروجرامنج كده وبتاع وكمبيوتر ومكن وبتاع، فانت ازاي عارف الحاجات دي؟ عندك حاجه بتقول كده. فكانت الورقه دي ورقه ان انا درست شويه في المدرسه دي وسبتها علشان انا مش معايا فلوس اكمل. فهو ده كان الريزون بتاعي يعني هي مش شهاده تخرج خلاص. هي الورقه دي بتاعت اللي انا سبت المدرسه دي كانت مستند بالنسبه للإيميجريشن ده، اللي هو الراجل ده كان يعني بيفهم في الحاجات دي فعلا تمام وبتاع، وما دام الشركه قبلت بيه الشركه اليابانيه يبقى ده ايه راجل دماغه نضيفه وبتاع وايه وكفء، والمفروض ايه خلاص مفيش اي مشكله يعني. تمام. فدي كانت برضو حاجه ايه من الحاجات الاساسيه اللي كانت الإيميجريشن كان محتاجاها عشان خاطر تعملي لي فيزا بايه بال5 سنين دي وفي الشركه الجديده دي. تمام. بس ومؤخرا يا شباب بقى ايه عشان خاطر يعني الفتره اللي انا قعدت فيها دي مش مختفي يعني شويه اتجوزت بقى الحمد لله خلاص يعني الحمد لله. طبعا في اثناء كل الهري ده كنت بدور وبلاقي وبقابل واتكلم هنا وهناك وبتاع، ولكن مفيش ايه حاجه بتكليك يعني خلاص. ولكن الحمد لله ايه في حاجه كلكت معايا والحمد لله ايه اتجوزت الحمد لله. بس فدلوقتي خلاص ايه تعتبر يعني الحمد لله الدنيا مستقرة الى حد ما دلوقتي. بس ولكن باذن الله في المستقبل ناوي بقى اركز بقى على حوار اليوتيوب دون، وابتدي احط كونتنت كتير، ابتدي بقى ننزل بقى ايه في الشارع نصور في الشارع وبتاع. بس طبعا هو اليومين دول بس عشان تلج، درجة الحرارة بتبقى مثلا ماينس 3 4، فبتبقى الدنيا تلج يعني، فبقى صعب نصور بالليل يعني. والصبح طبعا بيبقى عندي شغل وبتاع، فحتى في الويك اند برضه بتبقى رخمه يعني. ف يستنوا بس عليا مثلا ممكن ايه شهر 3 مثلا على اخره كده ولا حاجه، هتبتدي بقى ايه الفيديوهات اللي هي بتاعت الفلوجات بقى اللي هي بره بقى الاوضه دي في المحلات بقى تكنولوجيز بقى والحاجات اللي هي الجامده اليابان بقى، ابتدي انزلها وبتاع. ساعتها تبقى الدنيا حلوه وما اعرفش ايه بس، وهتلاقوا حاجات كويسه يعني خلاص. فما تنسوش بس يا شباب ايه بليز سبسكرايب على القناه وتشير البودكاست دي مع اصحابك وحبايبك، وتديني اللايك المحترم وبس. ولو عوزت مثلا لو في حاجه في دماغك مثلا اي مواضيع عايز تتكلم فيها، اي حاجه عايز مثلا اتطرق ليها، مثلا حاجه عندك خاصه في الكمبيوتر التكنولوجي، حاجه مثلا في اليابان عايز تعرف عنها حاجه مش عارف ايه، اكتب لي في الكومنتات وانا هحاول ايه ارد عليك باذن الله في اسرع وقت بفيديو او حتى برساله عليا وبتاع خلاص. بس ماشي يا شباب، اشوفكم باذن الله في حلقه جديده. معاكم محمد شافي من اليابان، مع السلامه.